السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هناء من مطبخ الهنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض، هننضف الممبار. احنا نضفنا الكرشة الحلقة اللي فاتت او دلوقتي، يعني هزيها ان شاء الله قبل الحلقة بتاعة الممبار. فالممبار زي ما انتم شايفين لما بيجي الراقة اللي هي بره، شايفين ايدي عملت ازاي من المية. بغسل في الكرشة من ساعتها لما ايديا دابت. الراقة اللي بره فيها دهن زي ما انتم شايفين كده. احنا هننضف الدهن ده بشويه ملح وشويه دقيق. انا مسكته كله، قطعته بالطريقه دي، يعني قطعت كل جزء مسافته طويله قد دي كده اهو. شايفين المسافه قد ايه؟ علشان خاطر يبقى سهل معايا بس في التنظيف. عملت ايه؟ فتحت الميه ونضفته كله. ازاي؟ دخلت الحنفيه، الراس دي في الحنفيه اهي زي ما انتم شايفين، مليتها كلها ميه عشان تنزل اي رواسب فيها. ما عادش فيها اي رواسب اهو، الميه طالعه منها اهي. مسكتهم كلهم، مليتهم كده ميه من الحنفيه. عايزه اقول لكم على حاجه، السكينه معايا اهي. انت طبعا اما بتيجي تعملي الممبار بتلاقي فيه حتت جايه بدوران كده اهي، مش جايه مظبوطه. هتمسكي بس الدهن جزء بجزء، بس تقطعيه جزء صغير من الدهن عشان يظبط معايا. ماشي؟ احنا زي ما هو كده، انا شطفته مره واتنين. هفتح عليه الميه، طبعا حطاه في مصفى علشان ينزل اي حاجه فيه اهو. هقفل عليه الميه يصفى الميه اللي فيه دي كلها اهي. هاخد معلقه ملح كبيره قوي، وصف الملح هو اللي هينضف معاكي الممبار. طبعا انا عملت معاكم الممبار قبل كده ما شاء الله، كان جميل جدا. شايفين؟ طبعا كلهم قاعدين قدام التلفزيون وبياكلوا فول وترمس وشوكولاته وبسبوسه وسايبين ان انا محتاسه في المطبخ اهو. عايزين ننضف بس الجزء الخارجي. ليه؟ لان احنا لما نقلب على الجزء الداخلي نطلعه بره، يبقى احنا كده خلاص خلصنا الجزء الخارجي، نضفناه كويس. هننضفه بجلدة انبوبه، مش اختراع يعني، الكل عامله بجلدة الانبوبه دي. هحاول بقى امشي واحده واحده زي ما انتم شايفين كده اهو. مفيهوش اي دهون في طبق جنبي، ما ننزلهاش في نفس الطبق. مش كل الدهون هشيلها، هشيل بس الدهون اللي زي دي اهي، اللي فيها عفر وحاجات من دي، لغايه اما خلاص ما يبقاش فيها حاجه. وهصفيها واقول لكم هنقلبها ازاي. شايفين يا جماعه انا طلعت ايه؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده كله طالع من الدهن اللي في المصارين او السجق او الممبار اللي احنا هنعمله اهو. ده كله هيترمي لو عندك قطط ولا حاجه. طبعا انا شطفته كذا مره. هعمل فيه ايه؟ هنبدا نقلبه بقى. خلاص على كده. اي معلقه عندك، بسم الله، هنمسك واحد بواحد، ما نجيش من الاول اهو. ده اولها اهو، هنيجي من هنا وندخل معلش الفيديو فصل مني اهي. وندخل نضغط نشدها اهي، ومعانا هنا افتح بس الميه اهي. شايفين؟ بس طبعا ده بعيد عن دي. هعمل واحده معاكم كمان. هنمسك واحده اهي، دي الفتحه بتاعتها قبلها بشويه. بتتزحلق مني اهي. ونلف نشدها على طول لغايه اما تخلص معانا.
شايفين بتنزل ايه؟ هوريكم اللي هي بنزله دلوقتي، وهوريكم هي ازاي بقت زي الفل. هنمسك دي بقى اهي، هكمل بقى كل الكميه اقلبها بنفس الطريقه ونشوف هنغسلها ازاي مع بعض. شوفوا يا جماعه، انا جبت جلده الانبوبه. طبعا المنبار ده صغير خالص رفيع، الجلده ما شاء الله واسعه، يعني مش جربتها بيها ما نفعتش، فانا بحثت كده ولقيت اختراع حلو قوي. انا الجلده جيت اعملها، انا طبعا في المنبار العادي اللي بنشتريه الجلده بتبقى مناسبه قوي، شايفين ما بتعملش حاجه، ما بتخش حاجه خالص اهي، ما حشيتش اي حاجه، مفيش اي حاجه من منبار الشال اهي زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ انا طبعا لا حطيت ملح ولا اي حاجه، انا قلبتهم بس. دي بتاعت حنفيه، ايد حنفيه زي ما انتم شايفينها جديده اهي، لا مصديه ولا حاجه اهي، ايد حنفيه من اللي بتفتح كده وكده. انا لقيتها يعني في الحاجات اللي بتاعت زوجي اللي محطوطه في درج هنا، فقعدت ابحث كده الاقي كل حاجه واسعه ما شاء الله. المنبار ده صغير، فقلت ايه اما اجيب دي اجربها كده، لقيتها نفعت معايا وما شاء الله هي اختراع. ممكن المقصوصه الاخرام بتاعتها، بس الاخرام بتاعت المقصوصه اللي عندي رفيعه اهو. انا شديت الطرفه بس طبعا بشويش عشان هي تتزحلق من ايد اهي. شايفين اللي نزل؟ دي نضيفه خالص ازاي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا باين قدامكم اهو، شايفين دي من دي اهي. ولو اتقطعت معاكم مفيش مشكله، احنا كده كده عاملينها طويله، بس هي ان شاء الله مش هتتقطع اهي. شايفين الكميه اللي نزلت؟ كل ده نازل من المنبار، والجزء اللي اتعمل ولا اتقطع ولا جراله حاجه، اختراع بايد الحنفيه. شايفين؟ اعمل لكم واحده كمان، عايزه اشيل ده في جنب. بسم الله. هي بس بتدخلي طرفها اهم حاجه، وبعد كده بتشدي ما شاء الله اهي. لما تلاقي حته جامده شديها بشويه، يبقى مكان متجمع فيه الدهون بزياده اهو. شايفين اللي نازل منها قد ايه؟ ودي بيضه وحلوه ازاي. هعمل غيرها، هعمل كلهم يعني وهوريهم لكم هنغسلهم ازاي بطريقه كويسه جدا وسهله برضو، اي حد مبتدئ يعني هيغسلهم في ساعتها. شايفين يا جماعه اللون؟ زي ما قلت لكم الاختراع بتاعي، الاختراع راح فين اهو. شايفين الخرم صغير ازاي؟ ده اللي حاش معايا كل الحاجات اللي في المنبار. طبعا رميتها الميه كلها مريمه خالص، كميه ملح اهي عشان لو باقي اي حاجه في المنبار، كميه كبيره يعني ما تقلقيش، هو مش هيشرب الملح ده احنا هندعكه بيها زي ما دعكنا الكرش. اوعي تدعكي الملح قبل ما تنضفيه، هتلاقيه منزل حاجات برضو، هو ما عادش بيلزق يعني ولا حاجه ما شاء الله. انا حاسه بيه في ايدي نضيف اهو. هفتح الحنفيه عليه، هغسله فمين 3 كده بنفس الطريقه اهو. طبعا انا غاسله الطبق ده كويس. والله ايدي الحنفيه دي بجد اختراع، لا تقولي لي جلده انبوبه، انا قلت لكم جلده الانبوبه ديت الكل بيعملها وانا هجرب. انا بعمل بالسكينه طول عمري، فقلت اجرب جلده الانبوبه. عملت بقى مره قبل كده بس كان المنبار كبير في جلده الانبوبه، انما المنبار الدور ده رفيع. طول عمري بستخدم السكينه، فالسكينه بتاخد مني وقت، غير ما انها طبعا بتجرح ايديا كتير.
الميه اللي نازله منه بيضه وزي الشمع ازاي. فانا قلت ايه، انا طبعا طلعت حاجات كتير قوي قوي مش هتصدقوا عشان ادخلها من هنا مثلا او من هنا. طبعا الحاجات دي لسه هغسلها، او من المكان بتاع المعلقه، او من الاماكن دي. كل الاماكن دي لقيتها واسعه. وطبعا جلده الانبوبه طب انا عامله بها قبل كده. ايه الفرق؟ طبعا ده المنبار الصغير عشان ما تحتاريش كتير وما تعمليش بالسكينه ويتهرى معاكي. انا بعمل ايه دلوقتي اهو، بضغط بايدي انزل فيه اي حاجه ومفيش فيه ما شاء الله اي حاجه. الميه ما شاء الله، شايفين الميه عامله ازاي اهو. والله ده اختراع، اختراع عايزه اعمل له براءه اختراع. ما خدش مني وقت ما شاء الله في غسيل، عشان حتى اللي مركب غاز طبيعي وما عندوش جلد انابيب الحل موجود في حنفيه. دوري في عده جوزك اللي موجوده عندك اللي واخده درج من ادراج المطبخ، نستفيد منهم مره بدل ما يعطلوا لنا درج في المطبخ. شايفين الاختراع بتاعي. نحط شويه دقيق صغيرين، نحط في الزواني واحط شويه ملح. الملح بيشيل اي ريم واي زفار. مش هحط ليمون ولا خل خالص دلوقتي، هشطفه من دي مره كمان ميه، وبعد كده هنقعه في الخل والليمون والملح. اهم حاجه زوديله بس الخل والليمون. عايزه اوريهولكم ما شاء الله. شايفين كله شفاف اهو، مفيش فيه اي حاجه. هغسله بقى مره واتنين واوريكم برضو هننقعه ازاي. انا طبعا مليت نص الطبق ده ميه، هنفض خل، هنفض شويه كويسين. شايفين ازازه الخل ما كفتنيش 3 ايام بالظبط. الخل اللي انا بعمله ما شاء الله موفر وتقيل عن ده بكتير كمان. الملح 3 ليمونات او 4 يعني على العموم، كل ما تكتر احسن. ولو ما فيش عندك ليمون ومفرزه ليمون اعصري ليمونتين 3 من اللي في الفريزر اهو، او قشر برتقال من اللي احنا كنا مخزنينه، او سفندي، او طماطم لو مش موجود الحاجات دي خالص، طماطميتين وخطين اهو. هنفتح الميه هنا كده خلاص، هيتحطوا في محلول النقع بتاعهم. انا غسلتهم ما شاء الله كذا فم، ما عادش لهم اي ريحه من غير ما احط لهم ليمون ولا اي حاجه. خلاص كده احنا خلصنا. شايفين لونهم ابيض ازاي وشفاف، والميه بتاعتهم كلها ليمون. ده كله ليمون، الحاجات اللي على الوش دي كلها ليمون. والاختراع بتاعنا اهو، ويا رب طريقه النهارده تعجبكم. خلاص الفيديو معانا خلص خلاص. انا خلاص هعبيهم في الكيس، سايبهم بس يصفوا شويه، حاطه تحتهم صينيه كده يصفوا، وهم يصفوا هحطهم على طول في الكيس في الفريزر، لان مش هستخدمهم النهارده ولا حاجه. عشان لما اجي استخدمهم اطلع على طول قبلها بساعتين يفكوا، او على بيات في التلاجة في رف التلاجة اللي تحت الفريزر يفكوا براحتهم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب طريقه النهارده في التنظيف تعجبكم. وان شاء الله زي ما قلت لكم اللينكات هحطها لكم في اول تعليق مسابقه.